مؤخرا في نص البلد عندنا كده في القاهرة في فرق مسرحية للشباب. تلاقي كل فرقة كده لمين بعضيهم وواخدين قاعة وبيعملوا بروفات، وبيجي وقت معين أو في مهرجانات معينة وتلاقيهم يروحوا يعملوا عرض للبروفات اللي هم عملوها ديت. بيبقوا ماسكين مسرحية معينة اتدربوا عليها ويروحوا يعرضوها في مهرجان معين في وقت معين. الفكرة دلوقتي أنا بدأت أنزل دوت عشان أظبط حاجة في شخصيتي. لقيت ان المسرح دوت فعلا بيديك تطور كبير في الشخصية، وبيديك غنى كبير قوي. فكرة ان انت تقف قدام ما لا يقل عن مثلا 200 او 300 شخص او اكتر، وتقف تعبر عن نفسك وتقول وتتكلم. مش فكرة بس ان انت بتتكلم، ده انت المفروض بتوصل للناس مشاعر معينة وتوصل لهم افكار وتوصل لهم حاجات. في كورسات في العادي خالص في التنمية الذاتية اسمها كورسات التحدث امام الجمهور. الكورسات دي في منها غالية. الفكرة كلها بيعودك انك تطلع قدام الناس تتكلم بأريحية، ودي حاجة مهمة جدا لأي إنسان، مش بس لو شخص متحدث قدام جمهور. لو انت مدير في مكان، لو انت أي وظيفة بالنسبة لك مهمة قوي تتعلم أو تبقى متمكن من النقطة دي، حتة ان انت تقف قدام الناس وتتكلم بأريحية. عادي ممكن تتكلم مع الناس، بس هتتكلم بأريحية وبتعبير عن نفسك، وبتبقى بانطلاق بدون مش هقول خجل بقى، لا ده بدون خجل بدون قيود. يعني الموضوع مستويات. الخجل ده مستوى، انك متقيد ده مستوى، ان انت على راحتك ده مستوى تاني. في العموم بيقول لك ان اكبر المخاوف عند البشر رقم 1 هو التحدث قدام الجمهور. الخوف من الكلام قدام الجمهور عند الناس اكتر بكتير من خوفهم من الموت. الخوف رقم 1 هو التحدث قدام الجمهور. ففكرة المسرح دي فكرة عظيمة جدا، مش عشان انت تروح تمثل. يعني ممكن تكون حابب تمثيل تروح تمثل، بس الفكرة انك بتقف على المسرح. حتى في مثل بيقول لك هو انت وانا طلعت على المسرح ولا ايه؟ يعني انتوا حاططوني كده هبقى فرجة يعني؟ انت رايح بالظبط كده عشان تبقى فرجة، تتحط قدام، تواجه الموقف، تواجه انك تبقى قدام 300 شخص وتعبر وتقول وتحاول تأثر بيهم. مش يعني انا بحس ان المسرح يعني قدرته أكبر من كورسات التحدث قدام الجمهور، لأن أنت مش مطلوب منك إنك تتكلم بس، مش إنك بس تأثر فيهم بالكلام، أنت مطلوب منك إنك تأثر فيهم بالمشاعر كمان. يعني أنت تمثل وتشعر بشيء وتوصل لهم دوت، وتستعمل بقى كل حواسك عشان توصل ده، وتبقى منك كده للناس. دي شيء قوي جدا انا جربته وبحاول فيه ولسه مبتدئ فيه وهكمل فيه. مش عشان لازم ابقى امثل، لا انا عشان اكسر حاجات كتير وعشان اطور شخصيتي كتير. ومن اكتر الناس اللي بلاقيهم بيتطوروا عن طريق المسرح الممثلين، وخصوصا الممثلين الكوميديين. اغلب الممثلين الكوميديا هتلاقيهم المسرح خدمهم قوي. منهم مثلا احمد امين، بتلاقي عنده قدرة الارتجال. وطه الدسوقي برضو تلاقي قدرة الارتجال، اللي هو انت قدام الناس في اي وقت تقول كلام مضحك وعندك اريحية وانطلاق في الكلام. كل ده بيكتسبوه من المسرح. فانا نفسي اقول لكل حد تجربتي في دخول المسرح، فكرة دخول المسرح مش بس عشان تمثل، عشان تنطلق وتعبر عن نفسك وتأثر في اللي قدامك وتبقى أصلا ناجح في شغلك. أنا ضياء عبد الرحمن، تابعوني لو حابين المحتوى دوت، وإن شاء الله هبقى فيه محتوى باستمرار. سلام.